صباح الفل والعسل والقشطة والزبدة وكل الحاجات الحلوة والجميلة اللي انتوا شايفينها. سريعا كده نصيحة من حد بيربي قطط تقريبا بقالي 7 سنين يعني. احيانا الدكاترة البيطريين بيرشحوا للناس عمليات ايا كانت نوع العملية ايه على حسب صحة القط او هو محتاج ايه. بصوا يا جماعة، دي نصيحة حد بيربي قطط، عشان اللي ما بيستجبش للنصيحة دي ممكن يعرض الحيوان بتاعه حياته للخطر. في تحاليل بتبقى مطلوبة قبل أي عملية، التحاليل دي المفروض بيتاخد عليها القرار إن كان القط ده أصلا صحته تسمح بدخول عملية ولا هتبقى خطر عليه. وظائف كلى ووظائف كبد وصورة دم وحاجات كتير جدا ممكن الدكتور يطلبها منك. راجع مع الدكتور الحاجات دي. انا طبعا مش بعدل على الدكاترة البيطريين، بس دي انا من الخبرة اللي انا عاصرتها، ان القط لما بيدخل عملية من غير ما يعمل التحاليل دي كده ممكن بتبقى فيه خطورة على حياته، لان ما بيبقاش معروف حتى هو وظائف جسمه تسمح بدخول عمليات وانه ياخد بنج وانه يعني انه هو يتحمل عملية جراحية او حاجة زي كده او لا. فلو احنا مش متأكدين، لا شكرا، هي مش مستحملة خالص. احنا دول اكيد اللي بيربي قطط او بيربي كلاب او اللي عنده بيتس بوجه عام، هو بيبقى دول بيبقوا زي ولاده، فما ينفعش يأثر فيهم. وخد بالك من الدكتور اللي بتتعامل معاه، لازم يكون دكتور عنده إنسانية ورحمة في قلبه. في للأسف زي الدكاترة البشريين بالظبط، في ناس واخدينها تجارة، يلا اعمل عملية وخلاص، يعني لو لقاك حتى انت مش قادر تدفع تمن التحاليل يجازف بحياة البيتس. لا، راجع مع الدكتور واختار الدكتور البيطري اللي فعلا عنده ضمير قبل ما يكون عنده خبرة. يعني طبعا عنده خبرة تمام، لكن اللي عنده ضمير وإنسانية أكتر من أي حاجة في الدنيا. هو ده الأهم، عشان خاطر ما تجازفش بحياة ابنك أو بنتك اللي هو البيتس بتاعك. أنا بقول الكلام ده وأنا عارفة هما بالنسبة لنا إيه بالظبط.